السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسوش تدعوا لاخواننا، ويلا بينا نشوف موضوع اورتن وريكي وكيفن اونز، لان كيفن اونز بيصالح ريكي وبيعتذر له على تويتر او اكس. وكمان ريكي اتضح بقى انه شكله كده الفانز عجبهم قوي الدخول بتاعه وعجبهم الموقف وخيانة كيفن اونز بالستانر الغريب جدا. ففي الكواليس بصينا لقينا راندي اورتن كمان بيعتذر لريكي وكيفن اونز، وراندي اورتن بيروحوا للباص بتاع راندي اورتن علشان يقعدوا مع بعض. ريكي جيبسون على فكرة مصارع مش كومبارس يعني، واحد من المصارعين اللي موجودين كتير يعني، لوكال ريسلر زيه زي جيمس إلسوورث اللي كان برضه دوره صغير قوي، بس الجماهير وقفت معاه لحد ما لعب حتى قدام ايجي ستايلز. فهل ريكي هيبقى مصيره زي جيمس إلسوورث ويكون موجود في الدبليو دبليو ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه. ويد باريت بيتكلم عن ماتش ضد درو ماكنتاير. ويد باريت احنا كلنا عارفين ان هو سيمي ريتايرد، الراجل نفسه هو قال قبل كده ان هو يعني جسمه يسمح له بالمصارعه، لكن هو نفسيا ما يستحملش الجدول المشغول على طول بتاع المصارعين اللي موجودين في الدبليو دبليو اي، علشان كده هو فضل ان هو يكون معلق. ولكن مع ذلك بيقول ان هو حن الايام المصارعه، علشان كده الدبليو دبليو اي عمال يمهد لنا للصراع بينه وبين درو ماكنتاير. هل الموضوع ده هيزيد ولا لا؟ لسه ما نعرفش، لكن الدبليو دبليو اي عمل الحركه دي قبل كده برضه لو تفتكروا في الخناقه اللي كانت بين درو ماكنتاير وادم بيرس، وويد باريت هو اللي فض الصراع. بعد كده درو ماكنتاير ادى ادم بيرس هيد بانت لو تفتكروا. الاثنين مع بعض بادئين يمكن مصارعه مع بعض من فتره طويله جدا، وكانوا عايشين كمان في الفتره اللي كانوا بيتدربوا فيها مع بعض في الولايات المتحده الامريكيه. فماتش زي ده ما ينفعش يتعمل الا في ريسل مانيا. قولوا لي بقى تتمنوا ويد باريت يرجع ولا لا، خاصه ان هم فعلا بيحضروا لصراع هيحصل. كريس جيريكو ما بيهمتش. تخيلوا الاتحاد بتاع السي ام ال ده، الواحد بيدور لقى يعني مثلا تقريبا يعني عمره 90 سنة يطلع ويلعب كريس جيريكو ماتش 2 اوت اوف 3 فولز قدام ميستيكو، وينتصر ميستيكو على كريس جيريكو. لكن المهم هنا يا جماعة ان كريس جيريكو ما بيهمتش يلعب ماتش زي ده، وكان معاه بيج كاس زي ما انتم شايفين، واحتفال كبير قوي بمرور 91 سنة على اتحاد السي ام ال. وايت 6 في عرض سماك داون، كلام كتير قوي، وكنا اتكلمنا امبارح على موضوع العلامه بتاعت بلوتو اللي ظهرت في العرض بتاع سماك داون، ونيك ألدس بيتكلم الوايت 6 خلاص الصراع بتاعهم مع الامريكان ميد انتهى، فاكيد كده بيدوروا له على حاجه جديده. كمان هنا لقينا الوايت 6 الاكونت بتاعهم على فكره اختفى في تويتر يا جماعه، ابقوا دوروا عليه وقولوا لي لسه موجود ولا لا. سايبين ويسبرز لايك ا thousand فويسز، وده الكلام بتاع راندي اورتن، مع ان في ليجادو دي الفانتازما يقدروا يعملوا معاهم قصه حلوه، وفي بلاد لاين بس طبعا مشغولين مع رومان رينز، دول اللي ينفعوا مع الوايت 6. لكن هيعملوا ايه مع راندي اورتن، خاصه ان راندي اورتن لسه فيس وما انقلبش؟ ما اعرفش. لكن لو سالتوني مين الافضل انه يشتغلوا معاهم اقول لكم ليجادو دي الفانتازما. رومان رينز بعد نهاية عرض سماك داون بيلمح تلميح خطير زي ما انتم شايفين، وعمال يشاور على الحزام ده. الكاميرا صحيح ده يعني ما جابتوش، ده كان بعد نهاية عرض سماك داون، وصحيح في مصور بيصور لكن ده ما طلعش لايف بيتهيألي. واضح قوي ان في خطة جاية ان رومان رينز هيرجع يلف وهيتحدى كودي رودز، ويمكن الروك يتدخل، خاصة ان في رأي ثالث طالع الايام دي ان ممكن يكون في تريبل ثريت ماتش في ريسل مانيا اللي جايه على لقب الدبليو دبليو اي اندسبيوتد تشامبيونشيب، بس لسه ما خدوش اي قرارات. الناس اللي بتتابع اخبار تشارلوت فلير يا جماعه دخلت الحلبه وبتتدرب في البرفورمانس سنتر، وابتدت تعمل الحركات العاديه بتاعت التسخين اللي هي بتبقى سريعه جدا، اللي فيها تحميل على الركبه وكل اجزاء الجسم، ويبدو انها بقت طبيعيه جدا زي ما انتم شايفين. هي اللي نشرت الفيديو ده، وزي ما انتم شايفين كده ده التسخين بتاع المصارع، تخيلوا. لكن لسه ده كله بيعمله قبل ما بيتدرب، البمبات والفليبات وكل اللي انتم شايفينه. علشان الناس اللي فاكره ان المصارعه سهله، جرب تعمل الحركات دي لمده 5 دقايق ووريني هيحصل لك. كيف تم اختيار درو ماكنتاير في فيلم باتيستا؟ قصة حلوة قوي حكاها باتيستا في أكتر من لقاء، وقال إن درو ماكنتاير أنا رشحته للدور ده
لان هو كان قاعد مع المخرج اللي اسمه جي جي بيري اللي صورته قدام حضراتكم. جي جي طلب واحد ليه لكنه اسكتلنديه وجسمه ضخم يقدر يجاري باتيستا في المشاهد بتاعه الفيلم او يبان ان هو اقوى منه، فقال له انا عارف مين اللي ينفع للدور ده، وراح مرشح له درو ماكنتاير. باتيستا بيقول درو ماكنتاير برع في الدور بتاعه، هو دور صغير لان الدور ده حتى متماشي مع القصه بتاعته اللي موجوده في الدبليو دبليو اي حاليا. فدرو ماكنتاير ما بقتش كتير، هو طالع هيل برضه في الفيلم مش طالع فيس، علشان يبقى فيه تناقض زي اللي بقى بيحصل في افلام الروك، بتلاقيه فيس وبيطلع هيل في الدبليو دبليو اي. لكن حاليا زي ما انتم شايفين الفيلم متماشي مع شخصيه درو ماكنتاير، علشان كده تريبل اتش وافق مباشره على الفيلم. وهنشوف بقى الفيلم اللي هو اسمه كيلرز جيم ده شكله عامل ازاي. بابي لاشلي فرحني والله، يعني بدنيا عالي جدا الراجل، مع ان كان عنده اصابه وعامل عمليه في كتفه واثار العمليه دي باينه عليه. لكن بابي لاشلي ظهر في فيلوج خاص بيه كده على اليوتيوب وقال ان هو جاهز لاي تحدي في اي شركه ايا كانت دي ايه. فطبيعي بقى بابي لاشلي، في اشاعات كمان بتقول ان الهيرت بيزنس وقعوا كلهم مع الاي اي دبليو، فبابي لاشلي اهو ابتدى يمهد لرجوعه وبيوري الناس ان الراجل يعني لائق بدنيا، مع ان سنه حاليا 46 سنه. فبابي لاشلي جسمه واحد عنده 30 سنه. خدوا الخبر ده بقى هيزعلكوا شويه، وده كان عنوان الحلقه بتاعت النهارده، لان جونتر هيسحق سامي زين. احنا اتعودنا في باد بلاد او في العروض الفرعيه ان الدبليو دبليو اي ما بيزودش عن 5 ماتشات، لكن واضح ان المره دي باد بلاد في 5 اكتوبر اللي جاي هتبقى 6 ماتشات، لانهم هيضيفوا الماتش بتاع جونثر وسامي زين في الماتش ده في البطوله دي. لكن بيقولوا بي دبليو انسايدر على عهدتهم ان الماتش ده يبقى سكواش ماتش، هيبقى ماتش من جانب واحد، هيتم سحق سامي زين، لان تريبل اتش عايز يخلي جونثر محتفظ بهيبه الانتصار اللي كان حصل على راندي اورتن في باشن برلين، وده مش هيحصل الا لما يقضي على المصارع الوحيد اللي قدر ينتصر عليه في ريسلمانيا اللي فاتت وياخد منه لقب الانتر كونتيننتال. فده مؤشر ان جونتر هيكسر سامي زين، والناس اللي بتتمنى انها تشوف سامي زين كبطل للعالم شكلها هتستنى شويه. الخبر ده ممكن ينرفز البعض، هم ليه سحبوا اسم رومان رينز اصلا من عرض سماك داون وبعد كده خلوه يظهر تاني كمفاجأة؟ قالوا لك ان تريبل اتش بيميل حاليا والكرييتيف تيم بيميلوا ان هم مرة يعلنوا ان في مصارع كبير موجود علشان يبقى فيه اهتمام كبير، ومرة يميلوا ان ظهوره يكون مفاجأة. هم اعلنوا بعد كده سحبوه علشان برضه يبان ان هو ظهر في اخر لحظة، وكمان علشان يبان ان رومان رينز بيدي قيمة للعرض ده. طبيعي يعني الطريقة دي مش هتعجب البعض ويمكن تعجب ناس، بس عامة يعني رومان رينز بصراحة يعني ظهوره بيضيف في كل حاجة، حتى وإن كان في ناس بتكرهه، حتى وإن كان مصارع أقل في الإمكانيات على الحلبة من مصارعين تانيين، لكن اللي عمله رومان رينز في آخر 3 سنين محدش يقدر ينكر. عامة هنشوف بقى الدبليو دبليو اي مخطط ايه للرومان رينز، خاصة ان ابن عمه لانس انويا كان بيتدرب بالهودي بتاعه، فهل لانس انويا هيبقى موجود هو كمان في البلاد لاين تبع رومان رينز ولا لا؟ ده اللي هنشوفه في الايام اللي جايه بالنسبه للانس انويا وهيكلي وكل الناس اللي تم التوقيع معاهم ومش عارفين هيظهروا امتى. تابعونا على قناه المصارع، ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب. مع تحياتي محمد مصطفى.